عاملين ايه؟ اول حاجه انا اسفه ان انا الفتره اللي فاتت دي كنت مقصره معاكم جامد في الفيديوهات وكده. تمام. ولكن ان شاء الله راجعين وبقوه. تمام. هنتكلم اول حاجه عن ازاي تقسم يومك صح. انا لما عملت لكم تصويت على الواتس والتليجرام كلكم اخترتوا ده يعتبر، يعني او الاغلبيه الكبرى اختارت ده. ازاي بقى تقسم يومك صح ما بين دروسك ومذاكرتك ووقت الترفيه ووقت كمان قاعده معاك. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. اول حاجه عشان تقسم يومك صح او تنظم يومك صح ووقتك صح، مطلوب منك انك تصحى بدري. بص، احسن وقت في كل حاجه، مذاكره، شغل، اي حاجه انك تعملها الصبح بدري. الصبح بدري ده اللي هو امتى؟ الفجر او قبل الفجر بساعه. تمام. هتنام بدري اللي هو الساعه 10 وتصحى الساعه 5 تصلي وتبدا يومك. اول ما تصحى ما تفطرش، يعني بلاش اول ما تصحى على طول تفطر وتعمل قهوه. استنى ساعة ساعتين ذاكر فيهم من غير ما تفطر ومن غير ما تشرب قهوة، تبقى بتشرب مية بس. تمام. بعد كده تفطر بقى وتشرب قهوتك. تمام. ومعلش لو في دوشة مش عارفة اعرف اشيلها ولا لا، ما علينا. ليه؟ انت لما بتفطر انت بتهلك جسمك في الهضم والتفكير في نفس الوقت، فبدل ما عقلك هياخد 100% تركيز انت هتديله 50% عملية الهضم. تمام. فخليه بس اول ساعتين 100% تركيز. تمام، اللي هو مش هتفطر. طيب بعد كده هتبقى كاتب كل اولوياتك. يعني انا مثلا بكتب التودو ليست بتاعتي في النوتة دي. تمام، بحبها بصراحة فبكتب فيها التودو ليست بتاعتي. تمام. اول حاجة عشان تكتب التودو ليست بتاعتك المفروض يبقى فيه معاك ستاند. ثانية هوريهولك. انت عارفه اكيد يعني. ماشي. ده الورقة دي هتسطرها من هنا بمسطرة كده، وهتكتب هنا المتراكم وهنا الجديد. تمام. بعد بقى ما هتكتب هتمسك النوتة الصغيرة، هتفتحها على صفحة فاضية. تمام. هنفترض مثلا ان هي دي الصفحة اهي. تمام. تاريخ اليوم، ارقام، تكتب بقى الحاجات من الجديد ومن القديم، يعني من الاتنين. هتذاكر الجديد الاول وتحل عليه وتبقى 100 فيه، بعد كده تاخد جزء من القديم. طيب انا بنزل كل دروس السنتر وما عنديش وقت خالص. مش هنضحك على بعض، دروسك مش 24 ساعة ولا دروسك حتى 14 ساعة، مش هتتخطى 8 ساعات. فاحنا لو قلنا ان انت 8 ساعات برا البيت و10 ساعات ذاكرت فيهم، انت لسه معاك 6 ساعات هتنام فيهم. تمام. فانت يعني كمان هتبقى اقل من ال8 ساعات. تمام. فانت بس ما تعقدش الدنيا تقعد تقول لا انا ما عنديش وقت، انا كل دروسي سنتر. خلي نص سنتر ونص اونلاين، خلي جزء وجزء، براحتك اللي انت عايزه اعمله. ولكن انت لازم تنظم. اهم من الدروس سواء اونلاين او سنتر هي المذاكره والحل الكتير، الحل الكتير ثم الحل الكتير ثم الحل الكتير. يعني انت دلوقتي لو مطلوب منك مذاكره 10% فمطلوب منك حل 90%، ده حرفيا. تمام. فانت تذاكر تحل، اهم حاجه زي ما قلت لك الحل الكتير. تمام. عشان يبقى يومك احسن بلاش تخليه ضرب ضرب ضرب. يعني ايه؟ يعني ما تهلكش نفسك قوي في المذاكره والدروس وترجع تتقتل. تمام. حضرتك انت مطلوب منك تقعد مع اهلك، تمسك تليفونك، لازم ترفع عن نفسك. ما تقولش لا انا عايزه انجز، انا مش عارفه ايه، انا عايزه اطلع الاول على الجمهوريه واقعد مع منى الشاذلي. مبدئيا انت بتموت نفسك، كانك دلوقتي حاجه شغاله بموتور، الموتور شغال 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 ما بيفصلش خالص، هيتحرق. هو انت كده. تمام. فانت لازم تدي 6 ساعات نوم او 7 ساعات او 8 ساعات نوم. تمام. ولازم تقضي وقت مع نفسك مع اهلك، يعني ترفع عن نفسك، تعمل الحاجات اللي انت بتحبها. ويعتبر كده قلت كل اللي انا عايزاه. بالنسبه بقى لو انت لسه ما بداتش، انت رخم على فكره يا عم. لو انت لسه ما بداتش او مراكم او الدنيا معاك مش احسن حاجه، ممكن تبعت لي واتس او انستا او تليجرام، برد على كله. زائد ان انت ممكن تشارك في المعسكرات والتحديات اللي بنعملها هناك. وبس كده، لو محتاج اي حاجه ابعتلي وانا في ظهرك يعني، ومعاكم كلكم اقسم بالله، ومش عايزه اسيبكم. يعني كفايه التهزيق اللي بتاخدوه مني على الواتس. وبس كده.